ان بعد فتره كده حوالي شهرين ثلاثه استدعاني حسن حمدي وقال لي في واحد بيختلس مكتب اسكندريه، مش هقول اسم، مش هقول الاسماء، مسؤول الوكاله في اسكندريه بيختلس، وانهم ظبطوا عنده ختم، وانه ظهرت عليه مظاهر الثراء، لكن هم كلهم مش عارفين الراجل ده بيختلس ازاي، لا حسن ولا هدى ولا الجميع. وقال لي روح الاسكندريه وعلشان تشوف لي الموضوع ده، وانا هاجي لك بعد اسبوع، ومدحت منصور هيستناك وهيطلع اجازه وتتولى انت القصه. الحمد لله رحت وعرفت الراجل ده بيسرق ازاي او بيختلس ازاي، ولقيت ان الاختلاسات دي حجمها كبير وضربه في السنين. جاني حسن حمدي بعديها باسبوع وقلت له القصه وعرفته ازاي هم عرفوا ان القصه كانت خطيره، وحسوا ان هم ممكن يتعرضوا كلهم فعقدوا اجتماع في منزل مدحت منصور في العجمي في شارع الحرفيه. حضروا حسن حمدي وبقيه الفرقه وبدون حضوري. كان حسن حمدي تاني يوم الصبح قال لي احنا خدوا مني المستندات، وكنت هعمل مستندات، وكان في شرايط تسجيل مسجل اعترافات باللي حصل كله. سحبوا مني الشرايط وسحبوا مني محاضر البتاع ده، بس انا قدرت احتفظ بحاجات تفيد ان هناك تحقيق وان هناك مخالفات وان هناك قال لي هنقعد في المكتب وهنعمل اجتماع وتسأل المسؤول ده كم سؤال عندنا، لأن الوضع كده بقى حرج في الأهرام، ونعلم براءته. وقلت له بص يا كابتن حسن، أنا في الحاجات دي لا، أنت حضرتك انتدبتني وقلت لي تعالى شوف الراجل ده بيسرق إزاي أو بيختلس إزاي، أنا عرفتك قرارك ده قرارك أنت، أنا مش هخش فيه. أنا وريتك السكة وأنا سلام عليكم وأنا راجع مصر. جابوا السيد عبد الحي اللي بقى مدير مراجعة بعد كده وسألوا كم سؤال وأعلنوا براءته، والزغاريد دوت في المكتب والقصة بقت زي الفل. أنا من اللحظة دي حسيت أن العلاقة انتهت تماما مع حسن حمدي. كانت سنة كام؟ لأنه هو ما بيحبش حد يقول له لا، وما بيحبش ده كان سنة كام؟ نعم فندم، الكلام ده كان أواخر 89. أواخر 89. في هذا التوقيت سافرت، خيرني حسن ان انا امسك مطرح محمود الجمل او ان انا اسافر. فقلت له لا انا مسافر، وفعلا سافرت. اشتغلت مدير اعلانات في مؤسسة حسين بكري أزاز، قعدت لمدة سنة، وعدت مرة أخرى للأهرام. في هذه الأثناء